وصفة القطايف السورية وصفة تشبه شوية البغاير تاعنا حنايا الجزائريين، برك فيها شوية تغيرات. نروح نديروها كيف كيف. بالنسبة لعجينة القطايف تاعنا نحتاجو فيها 2 كيسان تاع الفرينة، نص كاس تاع السميد يكون رطب، مغرفة كبيرة تاع السكر، نص مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات، ومغرفة صغيرة تاع خميرة الخبز. نخلطو مليح هاد المكونات الجافة ونضيفو عليهم 3 كيسان تاع الماء يكون دافي. في الاول ضفت عليهم 2 كيسان ونص تاع الماء دافي، خلطتهم شويه بالفوي، ومن بعد نجيبو البغا ميكسور نتاعنا ونخلطو مليح هاد الخليط. بعد ما خلطت مليح شفت بلي الخليط نتاعي مازال شويه ثقيل، ضفت له نص كاس تاع الماء، يعني المجموع كامل 3 كيسان تاع الماء. كما قلت لكم خلطوا مليح بالبغا، يعني حيساعدكم باش الخليط تاعكم يخمر لكم بالخف، ونخلو هاد الخليط يرتاح لنا 10 دقائق. بعدها نجيبو مقله تكون ثقيله ونبداو نطيبو في القطايف تاعنا، يعني ما نكبروش الحبه هما يجوا صغار. شوفوا كيفاش يبدا يتثقب، يعني كيما البغرير، يعني كيف كيف. غير تشوفوا الحبه تاع القطايف تاعكم نشفت لكم كامل نحوها، يعني ما تخلوهاش تحمر لكم بزاف من تحتها باسكو حنعاودو نقليوها. من الافضل كي طيبوا القطايف تاعكم تستفوهم هكا فوق طرشونه تكون نقيه وناشفه باش ما يلصقولكمش. والقطايف تاعنا راهم واجدين، نجوزو للمرحله اللي بعدها. بالنسبه للحشو تاع القطايف تاعنا نجيبو اي نوع تاع مكسرات حبيتوه. انا خلطت الجوز واللوز، نضيفو عليهم حفنه تاع زبيب وزوج مغارف تاع جوز الهند ونخلطوها. والحشوه تاعنا راهي واجده، يعني نخلوها كناشفه باسكو كي نعسلو القطايف تاعنا هي ثاني حتتعسل. ونروحو نعمرو القطايف تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني ندير، يعني ان شاء الله تكون تبان لكم برك في الفيديو، راهي عمليه بزاف سهله. نبداو نغلقوا فيهم يعني كيما الحبه تاع السوفلي، نخلو حفره صغيره نعمرو فيها هذيك الحشوه ونغلقوا الحبه. ونجيبو الزيت لازم تكون سخونه، ديروا هكا في حاجه تكون صغيره باش ما تاكلكمش بزاف الزيت. ونحطوا القطايف تاعنا يتقلاو غير ياخذوا هذاك اللون الذهبي، نحوهم من النار. وكي تنحوها من الزيت خلوها قطروها يعني مليح من هذيك الزيت، ومن بعد ديروها في حسيله تكون دافيه، يعني عدسلوها وخرجوها، ما تخلوهاش تطول في الحسيله، يعني بالخف حتتعسل. والقطايف تاعنا هاملين قدامكم راهم واجدين، شوفوا شحال يجوا شابين الله يبارك، ويجوا مقرمشين. سمعوا لي هذيك القرمشه. ونقسم لكم هنايا حبيبه باش تشوفوها من الداخل كيفاش دايره، يعني هذيك الحشوه الداخل تجي معسله حتى القلب، ما تجيش كامل ناشفه. وكانت هذه وصفتنا تاع نهار اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في وصفات قادمه، وسلام.